السلام عليكم. النهارده هنعمل معاكم الفاصوليا البيضاء المطبوخه، جميله جدا يا جماعه. شايفين مش مهريه ولا طلع الماده النشويه، كل ده جاي نتيجه ان سلقها صح. اهم حاجه ولا تحط باكنج باودر ولا تحط سكر وانت بتسلقيها. ليه؟ انها بتهريها وما بتخليهاش مسكره، بالعكس بتطلع الماده النشويه وبتهريها. تمام. طب انت سلقتها ازاي؟ انا نقعتها، كنت مستعجله، نقعتها في ميه سخنه بس عادي من السخان، وبعد كده رحت مغيره لها الميه وحط لها ميه تانية على العين العاليه. خدت بس غلوه واحده، وبعد كده هديت النار وخدت مني ربع ساعه سوا، وبعد كده صفيتها من الميه السخنه ورحت مشطفاها ميه من حنفيه عادي. ودلوقتي اهي ربع كيلو فاصوليا انا سلقاها. تمام. الربع كيلو هياخدوا بقى طماطم قد ايه؟ هياخدوا معايا نص كيلو من الطماطم، وياخدوا معايا بصلايه متوسطه وثلاث فصوص ثوم. طبعا انا بقول لك قطعت الطماطم، جبتها وغسلتها وقطعتها وحطيت لها ربع كوبايه ميه في الخلاط عشان تمشي معايا الخلاط وانا بضرب الطماطم. تمام. المقادير اكتبها لكم في صندوق الوصف. تمام. قبل كده كنت عامله فيديو عن ازاي اسلق الفاصوليا البيضه يا جماعه، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، ازاي انا شارحه كل حاجه ازاي سلقاها وبرجعوا له. تمام. دلوقتي بعد ما ضربنا الطماطم حلو، هو نص كيلو طماطم ضربناها حلو، بعد كده رحت بقى جايبه ربع كوبايه ميه في الخلاط بتاعي، واخد بقيه صوص الطماطم منهم. صفيت بعد كده الطماطم بتاعتي، صفيتها حلو. بعد كده جبت الحله بتاعتي على النار، وهبتدي بقى احط لها ماده دهنيه عباره عن ربع كوبايه زيت، يعني 7 معالق زيت او اي نوع ماده عندك، سمنه او اي حاجه. تمام. يعني في حدود مثلا ماشيين بالميزان 50 جرام من الزيت بتاعك يكون حلو عشان بيفرق معاكي في طعم الطبيخ. جبنا البصلايه بتاع الزيت سخن كده، جبنا بصلايه متوسطه وابتدينا نخرطها. البصلايه في حدود ال 150 جرام، بدنا نخرطها كده ناعم خالص، والسكينه بتاعتنا تبقى حاميه عشان لما تبقى حاميه تخرط معانا البصلايه تبقى ناعمه. تمام. بعد ما خرطناها كده هنجيب 3 فصوص ثوم وهبتدي ادقهم معاكم. وبعد كده بقى شايفين انا بدقها دقه ناعمه ازاي. بعد كده بقى يا دوبك ادبل البصلايه، انا مش عايزاها تصفر، انا عايزاها تدبل كده تختل. تمام. اللي بتنزل الماده السكريه بتاعتها، ده سر من اسرار الطبخ بتاعنا. بجد فاصوليا جميله جدا يا جماعه، لو عملت المقادير بتاعتك مظبوطه هتاكلي احلى فاصوليا بيضه من غير شوربه ولا اي حاجه. اسمعي بس معايا الفيديو للاخر. تمام. بعد ما دبلت البصلايه كده، انا مش عايزاها تصفر، ونزلت الماده السكريه بتاعتها انها بتفرق، رحنا حطينا ال3 فصوص ثوم اللي احنا دقيناهم، وبعد كده يا دوبك تقليبه واحده، انا مش عايزه الثوم ياخد لون، يا دوبك تقليبه واحده. ورحت منزله بقى عصير الطماطم اللي هو نص كيلو عصير طماطم انا مصفيه. تمام. على نار عاليه بقول لك، وهغطي النار كده هو نص تغطيه كده، الغطا بتاعي نص تغطيه ينفذ بس، وعلى نار عاليه. وهسيب الطماطم بس تتسبك، هتاخد يا دوبك منك دقيقتين، ما تروحيش هنا ولا هنا عشان ما تتلسعش معاكي. بعد ما اتسبكت معايا بقول لك على نار عاليه عاليه اهي اتسبكت، انا عايزاها السمك كده. تمام. اهو شايفه بقول لك السمك اهو، الطماطم بتاعتي حمرا وجميله. تمام. جبت بعد كده نص لتر من الميه، انا مش عندي شوربه ولا اي حاجه، كان عندي شوربه في الفريزر وخلصت. تمام. جبت ميه عادي نص لتر ميه من الحنفيه عادي، يعني يعادلوا كوبايتين ميه، يعني يعادلوا نص لتر من الميه. تمام. او الشوربه لو انت عندك شوربه. حطينا معلقتين ملح صغيرين، ونص معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من البهارات بتاعه اللحمه انا وريتها لك، وهنحط معلقه صغيره من البابريكا الحلوه مش الحاميه، الحلوه، وانا بكرر عشان تدي لون للصلصه بتاعتنا. بقول لك الفاصوليا بتاعتي شايفاها مش مهريه، جميله مستويه. كل ده ليه؟ عشان انا نقعاها لمده 3 ساعات. وكمان يا جماعه ولا حطيت باكنج باودر ولا سكر، وكل دوت برضو حطيتها على نار هاديه، يدوبك خدت معايا في حدود الربع ساعه، وكنت كل شويه ابص عليها. تمام. بعد كده يا جماعه انا بقول لك النار بتاعتي على الحله عاليه، يدوبك غليت معايا، تاخد غلوه الفاصوليا مع الصلصه، وههدي النار بتاعتي اهو. شوف انا بقول لك ههدي النار، رحت مهديه النار، هتاخد معايا بالظبط ربع ساعه على النار الهاديه. انا عايزه بقى الفاصوليا تتشرب من الصلصه كده ويبقى طعمها جميل، تاخد وتدي معاه. عايزه اقول لك تحفه. شايفه السمك وشايفه التقل، انا عايزه بقى السمك ده والتقل ده، مش عايزاها صيصه. شايفاها؟ انا عايزاها كده. شوفي اثرت معايا بقى التغذيه بتاعتي ازاي والصلصه. شايفه؟ عايزه اقول لك طعمها وهمي. شايفه الفاصوليا كمان مش مهريه ولا منشيه ازاي، ولا منزله اي حاجه. الحبايه اخت الحبايه، شايفه؟ مش مهريه، مستويه، جميله جدا. بجد يا جماعه لسه وصلت معايا للفيديو ده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. شايفه الفاصوليا؟ احلى طبق فاصوليا. تعالوا بقى اوديكم السفره بتاعتنا، وبالف هنا وصحه.